السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الموديول الجديد اللي مخصص للبرمجة وإطلاق الإنتاج l'ordonnancement et lancement de production. في هذا الموديول غادي نشوفوا مع بعضنا شنو هو l'ordonnancement وعلاش هو مهم في التنظيم ديال الإنتاج، شنو كنقصدوا بلو lancement de production وكيفاش كتبدا العملية في المعمل. ومن بعد غادي نتعرفوا على الطرق ديال لا بريوريزاسيون، يعني كيفاش كنحددوا شنو هو الأوردر اللي خصو يدوز الأولاني، شنو خصو يتخدم الأول. من بعد غادي نشوفوا لو سويفي دو لا برودكسيون اي لا جيستيون دي انسيدون، يعني المراقبه ديال التقدم في الخدمه وكيفاش ندبروا المشاكل اللي كيوقعوا وسط تسيرات العمل. بالطبع غادي نديروا واحد لاكتيفيتي براتيك باش نطبقوا داكشي اللي شفناه، ونختموا بحال ديما بواحد الكويز باش نراجعوا المعلومات، وفي الاخر غيكون عندنا ان بتي رابيل على كاع لي نوسيون اللي شفناهم في هذا لو موديول. مستعدين؟ يلا نبداو. أول سؤال غادي نبداو به هو شنو هو لوردونونسمون. لوردونونسمون هو الترتيب، هو الفن ديال التنظيم، يعني خصني نعرف شكون غادي يخدم، شنو غادي يخدم وفوقاش وعلى أي ماكينة. ماشي غير برمجة ديال الخدمة، ولكن هو البحث على أحسن ترتيب ديال لي زوردر باش الإنتاج يمشي بسهولة. مثلا إذا كانوا عندي بزاف ديال لي زوردر واجدين، واش نبدا باللي مستعجل، واش نبدا باللي خفيف، ولا باللي كيتخدم على الماكينة اللي غادي تفرغ قريبا. الهدف منه هو نخدمو بلا ما نتقلوا على الورشة ونقصروا في المده ديال العمل ديالنا. لو دوزيام كونسيبت اللي عندي اللي هو لو لونسمون دو برودكسيون اولا اطلاق بدايه الخدمه. هنا كندوز المرحله ديال التطبيق، يعني ما كنبقاش غير في التخطيط، وكنأكدوا بلي كلشي واجد باش التصنيع يبدا فعلا. هادشي كيعني نتاكدوا من توفر المواد، نطبعوا ولا نبعثوا الوثائق اللازمه، وننسقوا مع الفريق اللي خدامه في الميدان. اطلاق مزيان كيحمي من التوقفات، من الاخطاء، ومن ضياع الوقت. وفي هذا الإطار كاينين بزاف ديال الاستراتيجيات في الترتيب على حسب الأهداف، واش السرعة، احترام المواعيد، أو التوازن في الحمل ديال العمل. بين هاد الطرق غنشوفوا واحد جوج ولا ثلاثة ديال الطرق منهم. عندنا لا ميثود فيفو اللي هي first in first out، لو اس بي تي اللي هي shortest processing time، لو ال بي تي اللي هي longest processing time، et لو او دي دي اللي هي earliest due date. نبداو بلا ميثود فيفو. المبدأ ديال هاد الطريقة بسيط بزاف، كنخدمو الاوردرات على حساب الترتيب اللي وصلوا به بلا ما نعطيو أولوية خاصة. بهاد الطريقة نقدروا نقولوا أنها عادلة وسهلة باش نطبقوها، حيت ما كتحتاجش معايير معقدة ديال الترتيب. كل اوردر كيتخدم بالضبط على حسب الوقت ديال الوصول ديالو. في المثال اللي عندنا O1 وصل في 8 وغادي تخدم في ساعتين، O2 وصل في 8 ونص وغادي تخدم في ساعة واحدة، O3 وصل في 9 وغادي تخدم في 3 سوايع. غادي إذا نبرمجوهم بهذا الترتيب: O1 متبوع ب O2 متبوع ب O3. ومع العلم على ان O2 اكثر من O1، ولكن هادشي ما كيهمش هنا، حيت حنا كنسبقوا الاول اوردر اللي وصل لينا. هنا ما كنديروا حتى محاوله باش نحسنوا وقت الدوره ولا نقصوا التاخير، غير كنطبقوا قاعده عادله وواضحه. هاد الطريقه مناسبه ملي الحمل كيكون خفيف وما كاينش استعجال خاص. ثاني طريقه غنشوفوا هي الاس بي تي اولا shortest processing time. هاد القاعده هادي كتعني بلي البدايه غادي يكون ياخذ اقل وقت في الانجاز، وكنعتمدوا الاولويه على الاوردر اللي غادي ياخذ اقل وقت باش يتحل. هاد الطريقه كتنقص الوقت المتوسط ديال الانتظار ديال لي زورد، حيت كنخدموا لي زورد صغيره بسرعه قبل ما نبداو بالكبار. في المثال اللي عندنا O1 خدام 4 سوايع، O2 باش يتخدم 2 سوايع، و3 باش يتخدم ساعة. هنا غادي نبرمجو على حساب الوقت من الأقصر للأطول، وبالتالي غيكون عندي O3 متبوع ب O2 متبوع ب O1. معنى آخر كنبداو بالخدمة اللي قصيرة، من بعد كنمشيو اللي موراها، ومن بعد كنمشيو اللي موراها. هاد القاعدة مزيانة باش نحسنوا الوقت المتوسط ديال الانتظار، ولكن ممكن تخلي الأوردرات الطويلة تسنى بزاف، خصوصا إذا بقاو الأوردرات صغيرة كيجيو واحد مور واحد. من بعد عندنا الطريقة ديال LPT اللي هي longest processing time، يعني البداية بالأوردرات اللي كتحتاج لأطول وقت في الإنجاز. كنبداو هنا بالأوردر اللي غادي ياخد لينا أطول وقت، ومن بعد كنمشيو للقصير. هاد القاعدة كتساعد باش نتفاداو التراكمات، حيت كنهجمو بسرعة على المهام الطويلة والمعقدة قبل ما يتسد السيستم. في المثال عندنا هنايا واحد خدام 5 سوايع، وجوج باش تخدم 2 سوايع، و3 باش تخدم 3 سوايع.
كنصنفوا الاوردرات على حساب الوقت من الاطول الى الاقصر. يعني هنا غتكون عندي O1 متبوعه بO3 متبوعه بO2. بمعنى اخر كنخدموا O1 هو الاول حتى الا كان اطول واحد باش ما يتجمعش في الصف، من بعد كنمشيو لO3 وفي الاخر عندنا O2. بهذه الطريقه كتكون مفيده بزاف ملي كنبغيو نسهلوا التدفق ديال الخدمه ونمنعوا الاوردرات الكبيره باش ما توقفش الانتاج من بعد. ثاني طريقه غنشوفوها هي ال EDD. EDD هي earliest due date، يعني البدايه بالاوردر اللي عنده اقرب تاريخ للتسليم. كتستعمل بزاف في الانتاج اللي مركز على الزبناء. في ال EDD كنخدموا لي زوردر على حساب تاريخ التسليم المطلوب من طرف الزبون، من اللي مستعجل الى اقل استعجالا. بهذه الطريقه كنحاولوا نحترموا مواعيد التسليم ديال الزبناء مزيان، وهي الحاجه اللي كتزيد في الرضا ديالهم وكتحسن الصوره ديال الشركه من ناحيه الثقه. في المثال اللي عندنا O1 خصو يتسلم في 12/7، O2 خصو يتسلم في 10/7، O3 خصو يتسلم في 14/7. كنبرمجوهم على حساب التاريخ الاقرب للابعاد، يعني O2 متبوعه بO1 متبوعه بO3. يعني حتى الا كان O3 وصل قبل ولا مده الخدمه ديالو قصر غادي نخليوه حتى يقرب التاريخ ديال التسليم ديالو. هاد القاعده مزيانه بزاف ملي كتكون دقه في المواعيد مهمه بزاف بالنسبه للزبناء. المرحله اللي كتجي من بعد هي متابعه التقدم ديال الانتاج. هاد المتابعه هي المقارنه ما بين الوقت الحقيقي بين اللي تصنع فعلا واللي كان مخطط ليه في البلانين. الهدف منها هو نكتشفوا بسرعه الاختلافات اللي ممكن توقع ونتاكدوا بلي الاهداف ديال الكميه الجوده والوقت محترمين. هذه المتابعه كدار باستعمال اما دي طابلو دو بور واما تسجيلات يدويه، او كاين حتى ادوات رقميه بحال MS او غير الاكسل باش نقدروا نتبعوا لا برودكسيون ديالنا. وبما ان في الحقيقه ما يمكنش ما يكونوش عندنا مشاكل، فالحاجه اللي خصنا نكونوا عارفينها هو كيفاش نردوا الفعل بسرعه من يوقعوا عندنا هذه المشاكل في الانتاج. فاي منظمه صناعيه ضروري نعرفوا كيفاش نتصرفوا بسرعه مع المشاكل اللي ما كانتش في البلانين واللي كتعرقل لنا الخدمه ديالنا. كاين بزاف الانواع ديال هذه المشاكل اللي كتوقع عاده، كان اعطال في الماكينات، تاخيرات في التزويد، مشاكل في الجوده، او حتى الغيابات غير متوقعه ديال العمال. باش نحدوا من تاثير هذه المشاكل على الانتاج كنمشيو بمجموعه الخطوات. اول خطوه هي الكشف المبكر. نحاولوا نكتشفوا المشكله اقرب وقت ممكن بفضل المتابعه الميدانيه اللي هي مزيانه. ثاني حاجه التشخيص السريع. نحللوا السبب الرئيسي باش نفهموا علاش وقع المشكل ونستعملوا طرق بحال لي 5 بوركوا ولا ايشيكاوا. ثالث حاجه تعبئه الفرق المعنيه. هنا نحاولوا ندخلوا بسرعه فرق الانتاج، الصيانه، الجوده ولا حتى الموارد البشريه على حسب نوع المشكله باش نرجعوا للوضع العادي بسرعه. الهدف هو نقصوا من الوقت ديال الرد باش نحافظوا على الاداء ونحترموا مواعيد الزبناء ونتفاداو تاثير الدومينو اللي كيوقع في البلانين كامل. اذا السؤال اللي كتطرح هو كيفاش نعاودوا نبرمجوا الانتاج ملي كيوقع عندنا مشكل كبير. ملي كيوقع مشكل كبير بحال عطل في الماكينه، تاخر في الموارد ولا غياب مهم، غالبا خصنا نعاودوا البلان ديال الانتاج. هادشي كيتطلب اما نعاودوا البرمجه جزئيا ولا كليا على حسب خطوره المشكل. باش نديروا هادشي كاين بزاف ديال الحلول. اول حل هو اعاده ترتيب الاولويات. نبدلوا الترتيب ديال لي زوردر باش نعطيو الاولويه للاوامر المستعجله او اللي عندها قيمه كبيره. ثاني حاجه تفعيل موارد احتياطيه، نستعملوا ماكينات بديله، عمال قادرين يخدموا في وظائف مختلفه ولا موردين اخرين. ثالث حاجه ساعات اضافيه او شغل في فرق متداخله نزيدوا اللي كتخلينا نزيدوا من الطاقه الانتاجيه مؤقتا باش نعوضوا التاخيرات. الهدف الرئيسي هو النقص من التاثير على مواعيد تسليم الزبناء، حيت هي اللي كتحدد رضاهم ولائهم واحيانا غرامات. هذا النوع ديال الاستجابه يحتاج تنسيق مزيان ما بين التخطيط والانتاج والموارد البشريه وحتى اللوجيستيك، وكذلك مرونه في التنظيم. في لاكتيفيتي ديالنا غنحاولوا نطبقوا لا ميثود فيفو ولا ميثود SPT على لي زوغد اللي عندي في هذا السلايد، ولا سوليوشن غادي تلقوها في ان فيشي وورد اتاشي. وبحال ديما عندنا واحد الكويز صغير باش نتاكدوا من الفهم ديالكم لهادشي اللي شفناه في هذا الموديول. اذا كنتو دوزتو مزيان لو كويز وجاوبتو كوريكتومون على ليكزارسيس انا كنهنئكم حيت لحد الان فهمتو الحاجات اللي هما اساسيين في الدومين ديالنا ديال لوردونونسمون والبلانيفيكاسيون، اللي هي واحد الوسيله قويه باش نرفعوا الاداء في الميدان. نشوفكم في الموديول بروشان ان شاء الله. شكرا.